سامع الصوت؟ الله، الله على الحلاوة والله على الروعة. يا مساء الخيرات على حضراتكم مشاهدي متابعي المصري اليوم، ورجعنا لكم تاني والشيف رضا فوده وحركات وتريكات. والنهارده يعني لنا مفاجأة جميلة، ويعني هيبقى صوص مختلف. خلي بالكم يا جماعة، في برتقان وفي بصل وفي فلفل وفي طماطم وجزر وحاجات كتير. ما كانش من اول الفيديو يا جماعه كانش عايز يقول ايه الصوص بالظبط، قال لك خليها مفاجاه للناس. احلى مسا عليك يا شيف. يا مساء الأنوار عليكم جميعا، كل سنة مساء وحضراتكم الفل. طيبين. النهارده هتعمل لنا ايه يا شيف؟ قول لنا. هنعمل سنجاري بصوص مختلف شوية. شغال يا شيف. وحاجة جديدة إن شاء الله. وانت شغال. هقول لكم المكونات بتاعته وتعملوه ازاي في البيت، وطريقة سهلة يعني مش صعبة، والأول مرة بإذن الله، وجربوها هتعجبكم. ان شاء الله. أول حاجة بقى هنقول إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. معايا هنا الزبدة. تمام؟ زبده. ده بالنسبة للصوص بقى، عايزين نعمل الصوص الأول وبعد كده نتكلم عن التتبيل. هنعمل سنجاري البودرة وأقول لكم هتعملوه ازاي. معايا معلقة مستردة أهي، ومعلقة كاتشب. سهلة دي خالص، معلقة مستردة ومعلقة كاتشب، تمام؟ على 4 سمكات. وأهي. ومعلقتين زبدة سايحين أهو. بصوا كده يا جماعة، ركزوا معايا. أهو أهو. كده بحط الزبدة فين؟ على المستردة والكاتشب. على المستردة والكاتشب. حلو قوي كده، يبقى 3 مكونات. أهو. تمام زي الفل. هنروح بقى نجيب الإيه؟ الصلصة. ده بالنسبة للسنجاري. تمام؟ تمام. اهي. ومعلقه صلصه. تمام. لا خلاص. ومعلقه صلصه اهي. يبقى انا حطيت ايه؟ المستردة والكاتشب والزبده والمستردة. طب ينفع سمنه؟ مفيش مشكله، سمنه بلدي عادي، ولو مش موجوده السمنه عوضوها بشويه زيت. يبقى انا كده حطيت اهو المكونات اهي، وابدا اقلب الصوص بتاعي بالشكل ده كده اهو. اهو سهل قوي كده اهو. لما يندمج معايا بالطريقه دي، هروح بقى اعمل ايه؟ الجديد يا شيف بقى فيه ايه؟ برتقان. ايوه مع السمك. ايوه لسه ده الجديد بقى. الجديد طبعا. فين البرتقانه؟ ايوه اهي. نص برتقانه اهي. اهي. نص برتقانه بالشكل ده كده. بنعصرها زي الليمونه. زي الليمونه بالظبط اهي. وادي نص ليمونه كمان. اي برتقان يا شيف ولا برتقان معين؟ لا اي برتقان، سواء سكري او بصوره، مفيش اي مشكله. هتقول لي مسكر، لا لا مفيش مشكله. بص كده، وعصره ليمونه اهي. اهي يا حبيبي يا سلام على التريكات والحركات يا شيف. خد مني الحته دي بقى. اهي. شويه كركم اهي. هيعمل شغل حلو قوي في شكل الايه؟ في شكل السمكات. ثواني كده. جميل يا شيف. كده تمام. ادي الصوص بتاعي في عجاله كده، خلصناها اهو، وبقى سهل معايا ومتماسك اهو. لو دقتوا طعم الصوص ده صدقوني يعني يتاكل من غير حاجه. ايه الحكمه بقى من البرتقان يا شيف؟ يا سيدي، ده البرتقال ده فيه فيتامينات وفيه فايده، وبيدي ريحه ونكهه حلوه جدا في السمك. بطعم وبيدي طعم وريحه ملوش حل، وبعدين مفيد. وبيضيع الزفاره كمان؟ لا، اللي بيضيع الزفاره طبعا الليمون والتتبيله بتاعتنا. والتتبيله دي بقى اللي فيها سر احنا طبعا عايزين نتبل بقى ونبهر. ايوه. اول حاجه بقول للساده المشاهدين، انا عندي حاجتين هعملهم سنجاري. سمكايه متنضفه، يعني مش نوع واحد يا شيف عشان اعمل نوع واحد. معايا واحده متنضفه تنظيف معين اهو، وواحده هشرح دي بسرعه كده في عجاله. دي متنضفه مفتوحه من الظهر ومتشال منها السلسله، ومتنضفه تنظيف كويس، ومن الظهر مفتوحه اهي، متقشره من الظهر تمام التمام، مفيش اي يعني، متنضفه تنظيف كامل. وفتحه السنجاري دايما بتكون منين؟ من الظهر. حلو قوي. من الظهر مش من البطن. لا مش من البطن، ولو بالبطن ده موضوع تاني. اما هنا انا فتحتها من ظهرها وشلت منها السلسله ونضفتها تنظيف كويس وزي الفل. هتبلها تتبيله حلوه بس بالطريقه دي، ركزوا معايا. دي تتبيله يا شيف. قول لي التتبيله وانت بتتبل يا شيف. دي توم. توم وفلفل اخضر، فلفل رومي يعني، ايا كان، اصفر او اخضر او احمر او الثلاثه مع بعض مفيش مشكله اهو. التوم اساسي في كل تتبيله السمك. اساسي. التوم حلو سواء مشوي او سنجاري او مقلي. التوم. وهنا الملح بقى، يبقى ملح
وتوم وفلفل رومي، وبرضه معاها معلقه مستردة وشويه بهارات سمك، الكمون والكزبره والفلفل الاسمر وشويه كركم صغيرين وشويه شطه. اساسيات. تمام كده. يا رب يكون البهارات اللي بقولها واضحه. السمكيه هنا انا تبلتها ايه؟ من بره ومن جوه اهي، من بره ومن جوه. حلو كده. هروح بقى لدي. ليه انا ما قشرتهاش وسبتها من بره؟ ليه؟ اهو الاول هنتبلها كده من ناحيه واحده من البطن اهو، نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله اهو تبلتها. يبقى انا عندي كده واحده متنضفه كامل من كله، وواحده بس متنضفه من البطن ومن ساب الظهر. ديت هتتعمل في سيلفر، اللي هي متنضفه كامل دي هتتعمل في سيلفر اهي بخلطه، والتانية على الفحم على طول. الله ينور عليك. انا فهمت يا شيف اهو. والتانية هتتعمل على الفحم في شبكه. كده احنا اتكلمنا على الصوص والتتبيله، فاضل ايه؟ الخلطه. الناس بيتكلموا على الترابيزه وطي عليك يا شيف عشان انت موطي جامد، انا هعلي المره الجايه. المره الجايه البوم عليك يا شيف. حبايبي في الله. طب حط له لايك. عايز لايك. طيب نروح بقى للخلطه فوجالها كده. طيب هنبدا بقى ايه؟ ترويقه كده على السريع اهي. يلا هنحطها على النار يا شيف. ايوه هنحطها على النار، بس لازم الخلطه على السريع. بص كده معايا الخلطه. خلطه هنحط خلطه جواها. الخلطه بقى. ايوه. انت عملت دلوقتي صوص وتتبيله، فاضل الايه؟ الخلطه. بالنسبه للي على الفحم اهي تمام اهي فلفل وبصل وايه؟ وطماطم. خليك معايا. وطماطم. فاهم معاك يا شيف. ايوه فلفل وبصل وطماطم. امال ايه الخضره اللي جنبك دي يا شيف رضا؟ ديت خضره شبت وبقدونس وكزبره، بتدي طعم وريحه حلوه. تعالوا على الفحم كده في عجاله اهي. من غير السيرفر. لا من غير، برافو. اللي من غير السيرفر بقى. من غير سيلفر. اهي. ادي السمكيه اهي يا جماعه، مش متقشره من ظهرها. ايوه. سبت القشر عشان ما تلزقش مني في النار. ده الحكمه بقى بتاعت ان سبت القشر. ايوه اهي. حلوه قوي كده. التتبيله اهي شرب التتبيله كويس. هروح بقى احط واحده كده وواحده كده، خلي دي هنا اهي، وواحده مثلا فلفل كده. تمام، حاجات مبسطه. وهنروح مثلا نجيب دي كده. ايه يا عم رضا انت هتعمل ايه؟ اهي حركاتك كده يا شيف. اهي. وواحده برتقانه كده. جميل. سهله قوي. سهله جميل. تعالوا على الصوص. ممكن بمعلقه صوص بقى، صوص اللي هو اللي بتاع السنجاري بقى. صوص السنجاري. طب نكمل التانيين على طول، نحط الصوص مره واحده يا شيف. يلا يلا بينا. يلا بينا عشان الوقت. لا اللي انت هتعملها ديت بقى اللي هي بتاعت البوتاجاز. لا خلينا في الفحم دلوقتي. خلينا في الفحم. هوضح لهم حاجه بس على السريع اهي. بصوا كده يا جماعه اهو. بالنسبه للي هتعمل في البوتاجاز هتقطعوا الخلطه مختلفه شويه ناعمه. ايوه نعم اهي. ثواني كده اهي. اصبحت الخلطه ناعمه معايا اهي. تمام اهي. حلو. ومعايا كده ده بصل وفلفل وايه وطماطم. جميل. ومعايا على السريع اهي جزرايه. سوري اهي. على مهلك يا شيف. سهله قوي كده. سهل جميل كده الخلطه اهي. حلو. ومعاها شويه خضره اهي. ونتبل بقى. شويه توابل اهي. دي الخلطه يا جماعه اللي قال عليها الشيف السحريه، اللي هي بتاعت الايه؟ البوتاجاز. هتعملها عندك في الفرن. بصوا كده، حط شويه خلطه كده اهي على السيلفر اهو. جميل. شويه خلطه. تمام. شويه زيت صغيرين عشان برضو ايه الخلطه تستوي تحت السمك وما تلزقش، والسمكه ما تلزقش. وروح احطها كده اهو اهي. ونديها كمان شويه. لا لفه بقى. بصوا كده اهي الخلطه تحت اهي. ايوه اهي. عايز بس لفه هدايا. اللفه اهي. اللفه اهي اهي. ده بالنسبه للسنجاري يا جماعه، اللي طبعا الاطفال بتعشقه والكبير والصغير بيحبه اهو. تمام كده. جميل. وعندك صاج مثلا زي كده، ده مثلا يا جماعه هتقدميه اهو على السريع. شويه زيت اهو. تمام كده. ده بتاع البوتاجاز، بتاع الفرن البوتاجاز اللي في البيت، الحاجه اللي عندنا. ايوه اهي. هتسوي الاول بعد كده كمل خلطه اهي. صح يا شيف؟ لا هنعمل حاجه بس عشان الوقت والسرعه.
لا انت هتسوي الاول بقى يعني ست البيت هتسوي الاول شويه تدبلها بعدين تحط الخلطه. في طريقتين، رشه زيت عليه كده كده وتدخليه الفرن يا دوبك يقرب يحمر، تقوم حاطه الخلطه عليه والصوص ومدخلها تاني. تمام. خليها في الفحم يا شيف. طيب يلا نبدا بقى على السريع في الفحم. خش على الفحم عشان ايه وقتنا. اهو تمام. طبعا انا كنت ممكن اقطع الخلطه ديت واجهزها عندي، بس عايزين نعرف الناس ولكن انا عايز اوضح بس الناس تعمل ايه بالنسبه لدي وبالنسبه لدي. انا مثلا اهو حط الطماطميه مثلا اهي، تمام. اخد دي كده كمان اهي كل حاجه سهله خالص اهو. وادي القرن الفلفل حلو كده، كسرت اللون اخضر واصفر. هنحط على النار بقى نكسر بعد كده نحط الصوص. طيب احنا هنا بالنسبه للبوتاجاز هنحط الخلطه مثلا والصوص وشويه ميه في الصاج ده عشان ما يحرقش من الصاج، وادخلها في البوتاجاز في الفرن بعد ما احط الخلطه. كام دقيقه يا شيف؟ يعني بالظبط 7 دقايق، هتاخد وش بس فوق وتحت وبكده. نحط الفحم يا شيف؟ ماشي يلا بينا. يلا بينا نحط على الفحم. بص لي كده. تمام. انا هنا بقى هاخد كله على الفحم، انا راجل طبعا عارف الدنيا عن كده. انا شرحت بالنسبه لست البيت تعمله في صاج زي كده. خلي بالك بس يا شيف. تمام اهو كده. انا حطيته اهو في شبكه. يلا مع بعض نحط شويه خلطه هنا اهو. تمام اهو. طب الخلطه ديت ممكن تعمل الشبك، هنقوم ايه مثبتينها بحاجه زي كده اهي، والصهد هيسوي. يلا بينا. تمام. هنا بقى يلا شيف على الفحم. ايوه اهو على الفحم. شويه زيت. كده حضراتكم زي ما شفتم دلوقتي الشيف رضا تم وهيحط على الفحم. كام دقيقه يا شيف على الفحم بقى؟ 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير. 10 دقايق. نصيحه بقى اخيره بقى لست البيت بقى. بصي الصوص حطيه مثلا بفرشه اهو، فرشه زي كده او بمعلقه اهو. لما تيجي تحط اهي بص كده ده لما يتدبل شويه على الفحم لما ياخد نص سوا مثلا نص سوا، وبعد كده ايه تحط الصوص بالشكل ده كده، وبعد كده ايه تدخليه الفرن ياخد تسويه تاني، هيطلع زي الفل معاك كده الصوص اهو. يبقى احنا كده عملنا السنجاري، وانا قلبته على بطنه الاول، يعني الصوص كان تحت الاول واستوى وخد اللون بتاعه الحلو وبقى شكله حلو، وقلبته يكمل سواه. بص معايا على المنظر والشكل الرائع كده، كله سويته طبعا على الفحم. شوف الشكل عامل ازاي اهو اهو. سامع الصوت؟ الله الله على الحلاوه والله على الروعه. ما استاهلش لايك؟ بالله عليكم استاهل لايك. هغرفه بقى في صينيه كده واوريكم شكله دلوقتي لما يطلع من على النار. انتظروا. انا خلصت خلاص السنجاري بتاعي واستوى وجاهز على الاكل. بص معايا كده شوف شكله اهو. ده اللي المفروض يتعمل في صاج، انا عملته على الفحم، حطيته على وشه الاول، الصوص خد لون اهو اهو. شايفين اللون؟ عايز اللون ده كده. خلي بالكم الصوص ما بيبقى الصوص ظابط زي ما هو، تمام. وده اللي معمول على الفحم. شايفين برضو يعني الاربعه معمولين على الفحم، ولكن ده انا قلت تعملوه فين؟ في البوتاجاز اهو. بيبقى حلو قوي زي ما تحبوا بقى تعملوهم كلهم في البوتاجاز، ماشي، على الشوايه زي ده كده، ماشي، زي ما حضراتكم تحبوا. انا حطيت رشه الكمون، رشه الخضره، شبت وبقدونس وكزبره، وعصرت عليهم ليمونه بالشكل ده كده اهو 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 اهو. يا حبيبي يا حبيبي عصره الليمون في الاخر، والخضره شبت وبقدونس وكزبره اهي. احلى سنجاري مع الصوص بتاع الشيف رضا شعبان فوده والخلطه والتتبيله. فضل شويه صوص هعينهم في الثلاجه، وبعد بكره ولا حاجه ولا بكره اعمل كمان منه شغل عادي، مش هيخسر حاجه. وكده السنجاري بتاعنا خلص. اشوفكم على خير ان شاء الله دايما في فيديوهات قادمه. بالله عليكم دعمكم ليا بلايك وشاركوا الفيديو للغير ومنتظر تعليقاتكم ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم.